الجمعية العامة جرت في ظروف حميمة وظروف ودية. اليوم الاتحاد الجزائري راهو يعيش في جو عائلي الحمد لله. تم المصادقة على كل النقاط الموجودة في جدول الأعمال. هذه تقاليد كان رسخناها في الاتحاد الجزائري لكرة القدم أثناء أشغال الجمعية العامة. نقلد الناس اللي يمدوا الحركة الرياضية، وربما سرار عبد الحكيم شخص قدم للكرة الجزائرية ويستاهل هذا التكريم. زيارة رئيس الفيفا كانت زيارة إيجابية، وكانت زيارة أهمها هي صورة الجزائر، لأنه اليوم احنا الاتحاد الدولي لدينا شراكة استراتيجية معها. اليوم رئيس الاتحاد كان منبهر بالأجواء اللي وجدها في بتلمسان، مما حفزه على إضافة مشروع جديد ربما سنعلن عليه مستقبلا، ومشروع أكاديمية في شرق البلاد. المباراة الأولى هي في هولندا، 3 أجوان في هولندا. أما المباراة الثانية ستكون في كانساس سيتي 10 أجوان، وستكون مع منتخب من المنطقة غير مؤهل للمونديال. نحن بصدد إنهاء المفاوضات. مباراة واحدة يوم 3 أجوان. بالنسبة لتمديد عقد المدرب، نحن يعني مبدئيا المدرب أبدى موافقته للتمديد. حضرنا مسودة تم إرسالها إلى محامي الناخب الوطني، يعني احنا مبدئيا متفقين على كل التفاصيل. تبقى إلا قضية الإمضاء ستكون الأسابيع القادمة إن شاء الله. شوف، الكاف فيه نية، كل أعضاء المكتب التنفيذي وكل الفاعلين وكل أيضا رؤساء الاتحاد الإفريقية يريدون أن يرون كاف شفافية، كارف لديها مستقبل للكرة الإفريقية. فنظن أنه فيه ورقة طريق لإعادة الأمور إلى السكة.